بتبدأ أحداث الفيلم بشخصين اللي بيكون واحد منهم اسمه راس، وبيكون شغال قاتل مأجور في منظمة، وبتكون المنظمة طالبة منه إن يقتل زميل له في نفس المنظمة. ولما راس بيطلع مسدسه علشان يقتل زميله بيترجاه إنه ما يتعاملش معاه كهدف، فبيديله راس مسدس علشان يموت نفسه. وبيكون تعامل راس مع المنظمة عن طريق الكمبيوتر، وما بيكونش عارف مين الشخص اللي بيكلمه وبيديله الأوامر. وبتطلب المنظمة من راس قتل هدف جديد، فبيطلب راس تفاصيل العملية، فبتبعت له صورة الهدف المطلوب قتله. وبيكون الهدف المطلوب قتله بليونير كبير في السن اللي بيكون رايح يحضر جنازة أخوه وسط حرسه في وجود الصحافة. وبيظهر راس في الجنازة وبيكون مجبس إيده ومخبي فيها سلاحه، وبيوجه راس إيده ناحية الهدف علشان يقتله. لكن في الوقت ده بيظهر شخص تاني يوجه بندقيته لقتل نفس الهدف، وبالفعل بيقتله قبل ما راس ما يقتله. وهنا راس بيدور على الشخص اللي سرق منه العملية وقتل الهدف، وبيكتشف إنه واحد من عمال المقابر وبيجري وراه علشان يعرف هو مين ومين اللي بعته. فبيضرب راس عليه رصاصة، وفي نفس الوقت بتتدخل حراسة البليونير علشان تحاصر القاتل بالرصاص، لكنه بيقتلهم. وبيبدأ هو وراس يضربوا نار على بعض في نفس اللحظة اللي بتوصل فيها الشرطة، فبيلاقي نفسه متحاصر بين راس والشرطة، فبيقرر يسلم نفسه للشرطة علشان يهرب من راس. وبنشوف الشخص ده وهو جوه عربية الشرطة، وبيقرر يكسر صباعه علشان يعرف يشيل من ايده الكلبشات، وبيقتل ضباط الشرطة اللي كانوا معاه في العربية، فبتتقلب العربية وبيهرب. ولما راس بيكتشف انه هرب من الشرطه بيقرر انه يوصل له، فبيسرق تاكسي علشان يعرف عن طريق الجي بي اس اللي موجود في التاكسي التوصيلات المطلوبه انها تروح للمطار، لانه عارف ان القاتل هيسافر علشان يهرب بره البلد. وبالفعل بيقدر يوصل له وبيركب معاه. وبيلاحظ القاتل ان السواق اللي هو راس فوت طريق المطار، فبيزعق للسواق علشان فوت الطريق، فبيوقف راس العربيه وبيطلب منه انه ينزل. لكن وهو نازل ما بيلاقيش رخصه السواق في مكانها، فبيفهم انه اتخدع. وبيلاحظ راس كده، وفي نفس اللحظه بيوجهوا مسدساتهم لبعض. وهنا بيعرف القاتل ان السواق هو راس، وبيفهم ان راس كان عايزه ينزل من العربيه علشان يعرف يقتله، لان ازاز العربيه اللي بينهم مضاد للرصاص. وهنا بيساله راس وبيقول له انت مين، فبيرد عليه ويقول له انه ميجل باين وانه عارفه كويس. فبيفهم راس انه تبع المنظمه، وبيطلب ميجل من راس انه يتحرك بالعربيه، لكن راس بيرفض. فبيهدده ميجل انه هيقتل طفل في الملعب اللي جنبهم، وعلشان يبين له انه هيعمل كده فعلا بيضرب الكره بتاعه الاطفال بالرصاص، وبيوجه بندقيته على طفل في الملعب. وهنا بيضطر راس انه يتحرك بالعربيه، وبيفهم انه بيتعامل مع شخص مجنون. واثناء ما العربيه ماشيه بينط منها ميجل وبيهرب. ولما راس بيرجع بيته بيفكر في كلام ميجل معاه عن صديقه القديم نيكولاي، لما قال له انه عارف بقتله لصديقه بامر من المنظمه علشان يبقى رقم واحد في المنظمه. وهنا بيفهم راس انه بقى الهدف الجديد ومطلوب قتله. وفي نفس اللحظه بتبعت المنظمه رساله لراس بانه ينفذ عمليه جديده بتكون قيمتها 2 مليون دولار، فبيقرر انه ينفذ العمليه ويختفي تماما بعدها. وبتبعت المنظمه تفاصيل العمليه الجديده اللي بيكون الهدف فيها بنت بتشتغل خبيره مراقبه وبتسرق المعلومات وبتبيعها، وبيكون المطلوب قتلها هي والمشترين وانه يجيب ديسك المعلومات. ولما بيطلب راس صورة للبنت المطلوب قتلها ما بيكونش عندهم أي معلومات عنها غير شعارها على الإنترنت اللي بيكون عبارة عن صورة عيون قطة، وبتتنقل بينا الأحداث للهدف وهي في بيتها وبتلعب مع قطتها. وبنلاحظ إنها مركبة كاميرات في شقة جيرانها اللي في الدور اللي تحتها وبتراقبهم. ولما بيوصل المشترين المطار بيكون راس بيراقبهم علشان يعرف تحركاتهم ويقدر ينفذ العملية. وبيوصل المشترين الفندق اللي بيكون مكان تسليم الديسك، وبيكون راس وراهم، وبيتصل واحد من المشترين بالهدف علشان يعرف رقم الأوضة اللي هي حجزها لهم. ولما بيركب المشترين الاسانسير ما بيلحقهمش راس، وبنتفاجئ ان ميجل في الاسانسير وبيراقبهم هو كمان علشان ينفذ العمليه ويسرقها من راس. وبيحط ميجل كارت التتبع في جيب واحد من المشترين علشان يعرف مكانهم ويقدر يوصل لهم. وفي نفس الوقت بيقرر راس انه يعرف ارقام اوضه المشترين واوضه الهدف، فبيتصل بمكتب الصيانه الخاص بالفندق وبيبلغ ان في عطل في الدور ال 12 في الفندق. ولما رئيس المكتب بيخرج عشان يتحقق من العطل بنفسه بيدخل راس مكتبه وبيبحث في الكمبيوتر عن احدث حجوزات للاوض في الفندق وطلبات الاكل الخاصه بيها، فبيلاقي ان في اوضه طالبه سمك تونه، فبيفهم ان دي اوضه الهدف. وفي اللحظه دي بيوصل ميجي للمشترين وبيقتلهم. ولما بيفتش في جيوبهم بيعرف ان هم ظباط تبع الانتربول، وبيلاحظ ان الهدف متصله معاهم عن طريق الكمبيوتر وتبعت لهم الملفات. ولما بيلاحظ انها وقفت ارسال الملفات علشان محدش بيرد عليها منهم بيطلب منها انها تكمل الارسال. لكن الهدف لما بتلاحظ ان الصوت غريب عن صوت المشترين بتمسح الملفات، فبيقول لها انه هيوصل لها ويقتلها. فبتقرر انها تهرب وبتلم حاجتها بسرعه، لكن وهي بتفتح الباب بتلاقي راس في وشها ومعاه مسدس. ولما بتصرخ بيسمعها ميجل وبيفهم ان راس وصل لها. ولما راس بيسمع صوت ميجل وهو بيوجه له الكلام بيقرر انه يوهمه بانه قتل الهدف وبياخدها ويهربوا بعربيتها. وهنا بيقرر ميجل انه يوصل لاوضه الهدف علشان يقتل راس وياخد الديسك، فبيكتشف ان راس خدعه وما قتلهاش وانه هرب معاها. وبيدور ميجل على اي شيء يوصله للهدف والديسك، فبيلاقي صوره لقطتها وبيكون في خلفيه الصوره مبنى، فبيعرف ان ده عنوان الهدف. وفي نفس الوقت بتهرب الهدف من راس، لكن وهي بتجري بتقع منها شنطتها اللي فيها القطه، فبياخدها راس وبيرجع للعربيه فبيلاقي فيها كيس اكل القطه وعليه عنوان المحل، فبيروح للمحل وبتعرف صاحبه المحل القطه وبتقول له عنوان صاحبتها. ولما بتوصل لهدف بيتها
بتقرر تلم حاجتها وبتقرر كمان ان هي تهرب بره البلد. لكن ميجل بيكون وصل للمبنى اللي ساكنه فيه وبيتابع درجه حراره العربيات علشان يعرف اي عربيه لسه واصله، فبيلاقي عربيه درجه حرارتها عاليه، وهنا بيعرف ميجل ان دي عربيه الهدف، فبيقرر يطلع العماره، فبيلاقي باب شقه مفتوح، فبيشك ان دي شقه الهدف وبيقتل كل اللي فيها. وبتشوف الهدف ميجل وهو بيقتل جيرانها في نفس اللحظه اللي بيوصل لها فيها راس. وبيكتشف ميجل اثناء ما بيدور على الديسك وجود كاميرات، ولما بيدور عن مصدر الكاميرات بيعرف انها الشقه اللي فوق، فبيفهم انها شقه الهدف. ولما ميجل بيدخل الشقه وبيفتش فيها بيعرف ان الهدف بتستخدم برفان الياسمين. وهنا بيتواجه راس مع ميجل وكل واحد منهم بيحاول يقتل التاني، وبيقطع راس وسط الغاز وبيصب كحول على الارض وبيرمي عليه عود كبريت، فبينط ميجل من الشباك وبيهرب الهدف مع راس وبياخدها بيته، وبيعرف ان اسمها الكترا، وبتتواصل المنظمه مع راس وبيقول لهم ان معاه الديسك وبيتفقوا على مكان التسليم. وهنا بيتفق راس مع الكترا انهم هيقسموا الفلوس مع بعض. ولما بيروح راس مكان التسليم اللي بيكون المترو بتديله الكترا الديسك وبيسلم راس الديسك وبياخد الفلوس وبيروح لالكترا. ولما بيركب راس العربيه بيرفع الشنطه علشان يشوف الفلوس، لكنه بيسمع صوت تشويش في جهاز الراديو بتاع العربيه لما قرب الشنطه منه، فبيفهم ان المنظمه حطت قنبله في شنطه الفلوس، فبيقرر راس انه يتخلص من الشنطه بسرعه. وهنا بيكون راس متضايق انه خسر الديسك والفلوس، لكن الكترا بتقول له ان الديسك اللي اديته له كان فاضي لانها كانت عارفه انهم هيخدعوه ويموتوه. وبيرجع راس يتواصل مع المنظمه ويبلغهم انه لسه عايش وان الديسك معاه، وبيتفقوا على انه يسلمهم الديسك مقابل 20 مليون دولار يتحولوا له على بنك خارج البلد. وفي نفس الوقت بتطلب المنظمه من ميجل قتل هدف جديد، وبيكون الهدف الجديد ده هو راس. وبيسافر راس مع الكترا البلد اللي فيها البنك، ولما بيوصلوا قصاد البنك بيكون في فندق مهجور قدامه بيدخلوا فيه، وبيكون الفندق ده هو نفس الفندق القديم اللي قتل منه راس صديقه نيكولاي. ولان راس عارف ان ميجل بيحب التاريخ بيقول لها ان ميجل هيقتله بنفس الطريقه اللي قتل بيها نيكولاي وهو خارج من البنك علشان يبص في عينه وهو بيقتله. وبيتفقوا على الخطه اللي هيمشي عليها بكره، وهي انه هيدخل البنك الصبح ويطلب سحب المبلغ كله، وده هيخليه يتاخر في البنك. وهتكون الكترا طول الوقت ده قاعده في الكافيه اللي قدام الفندق علشان تراقب ميجل وهو بيدخل الفندق، ولانه عارف انه لما يتاخر جوه البنك ده هيخلي ميجل ينزل علشان يتاكد من وجوده في البنك، فهيسيب بندقيته علشان مش هيعرف يدخل البنك بيها، وانها بمجرد ما تشوفه نزل تطلع بسرعه وتاخد البندقيه. وبيوصل ميجل للبلد اللي هم فيها، وبالليل بيكون في احتفالات في المدينه وبتشوفها الكترا وبتطلب من راس انهم يحضروها، لكن راس بيرفض، فبتقرر الكترا انها تنزل وتحضرها من ورا راس. وبيفهم راس كده لما بيدور على الكترا وما بيلاقيهاش. ولما بتروح الكترا الاحتفالات بتشوف ميجل هناك وبتقرر انها تهرب، لكن ميجل بيشم ريحه برفان الياسمين بتاعها وبيبدا يدور عليها. وفي نفس اللحظه بيوصل راس لالكترا وبيستخبوا، ولما بيلاقي ميجل ظهور الياسمين في كل مكان بيوقف بحث عن الكترا. وهنا راس بياخد الكترا وبيمشوا، وتاني يوم الصبح بيدي راس لالكترا مسدس لحمايتها وعشان لو حصل اي حاجه خارج خطتهم. وبيدخل راس البنك وبتكون الكترا في الكافيه ومتواصله مع راس عن طريق اللاسلكي، وبتشوف الكترا ميجل وهو بيدخل الفندق المهجور وبتبلغ راس بكده. وبتتنقل بينا احداث الفيلم لميجل اللي بيكون منتظر خروج راس من البنك علشان يقتله، لكن لما بيتاخر راس بيبدا التعب والتوتر يظهروا على ميجل. ولما بيتعب ميجل من الانتظار بيقرر انه يروح البنك علشان يتاكد اذا كان راس في البنك ولا لا. وبتشوف الكترا ميجل وهو خارج من الفندق وبتبلغ راس وبتطلع علشان تاخد البندقيه بتاعته. ولما بتدور الكترا على البندقيه بتلاقيها في مكان عالي، ولما بتحاول توصل لها ما بتعرفش وبتقع. وفي نفس اللحظه اللي بيكون فيها ميجل دخل البنك وشاف راس بيقول له انت ازاي عرفت اني مستنيك علشان اقتلك؟ فبيقول له راس ان التاريخ بعيد نفسه وانه مر بنفس الموقف لما قتل صاحبه نيكولاي. وهنا بيهدد ميجل راس وبيقول له انه هيقتله زي ما هو قتل نيكولاي، وانه هيكون رقم واحد في المنظمه بعد ما يقتله، وبيسيبه وبيمشي. وبيحاول راس يتواصل مع الكترا لكن جهاز اللاسلكي بتاعها بيكون اتقطع. ولما بتحس ان ميجل دخل المبنى بتستخبى بسرعه، وهنا بيستعد ميجل لخروج راس من البنك علشان يقتله. وفي الوقت ده بيبدا راس يستعد انه هياخد فلوسه، لكن مدير البنك بيقول له انه متوقع انه يديله حاجه مقابل الفلوس. وهنا راس بيفهم ان مدير البنك مع المنظمه فبيديله الديسك وبياخد الفلوس. ولما بيخرج راس من البنك بيشوف ميجل وهو مستنيه في بلكونه المبنى علشان يقتله. وفي اللحظه دي بتضرب الكترا ميجل بالمسدس اللي معاها وبتسيبه في ايده، ولما راس بيلاحظ كده بيجري على المبنى. ولما بيوصل راس لالكترا بيلاحظ ان في نقطه دم نزلت على كتفه اللي بتكون من ايد ميجل اللي بيكون مستخبي فوق علشان يقتلهم، فبيضربوا بعض بالرصاص وبيقع ميجل من فوق. ولما بينزل راس علشان يتاكد ان ميجل مات ولا لا بيتفاجئ برصاص بينضرب عليه، وبيستغرب راس من ان الرصاص اللي انضرب عليه من نيكولاي وانه لسه عايش وان هو رئيس المنظمه، وبيكون معاه الديسك اللي فيه معلومات تفضح اعماله الاجراميه. ولما راس بيساله ويقول له انت ازاي عايش، فبيقول له انه عارف انه متعود يضرب في اتجاه القلب فلبس واقي من الرصاص علشان كده هو عايش، وانه عمل خدعه موته علشان يخفي كل ماضيه. وفي اللحظه دي بيفوق ميجل وبيغمز لراس انهم يموتوا نيكولاي، وبيفضلوا يضربوا عليه نار لحد ما بيقع، وبيروح ميجل ويضربوا رصاصه في راسه علشان يتاكد انه مات. وبيقول راس لميجل انه استقال وان تاريخه وقف لحد هنا، واتفقوا انهم مش هيقتلوا بعض. لكن راس لما بيدي لميجل ظهره علشان يمشي بيصوب ميجل عليه مسدسه وبيقول له انه عمره ما هيكون رقم واحد طول ما هو عايش. وهنا بيشاور راس لالكترا بعينه علشان تلبس النضاره، ولما بتلبسها
بيشوف فيها راس انعكاس ميجل وبيضرب عليه رصاص وبيقتله. وهنا بينتهي الفيلم على راس وإلكترا وهما بياخدوا الفلوس والديسك.